الكرام، يكشف هذا الكتاب، كتاب باريس الجزائر، قصة حميمية. هذا الكتاب الذي سيصدر غدا في فرنسا يكشف عن الكثير من الخبايا حول علاقة بعض المسؤولين الجزائريين السابقين والحاليين بعاصمة الجن والملائكة باريس. الكتاب لصحفيين في قناة TF1 وصحيفة لو جورنال دو ديمانش. مع الآن مشاهدينا الكرام في الاستوديو السيد حسين جيدل، الباحث الأنثروبولوجي الذي ساهم في هذا الكتاب. سيد جيدل، أهلا بك ومساء الخير. شكرا جزيلا لك على قبول هذه الدعوة، شكرا أيضا على إهداء هذا الكتاب مع كريستوف دوبوا. بالاعتماد الآن على شهادات وأدلة موثقة، الكتاب يكشف الكثير من قضايا الفساد المالي لبعض المسؤولين الجزائريين. نعم. الفساد المالي لبعض المسؤولين الجزائريين، الكتاب ككل يثبت مرة أخرى بعد تحقيقات أخرى قادها هذان الصحفيان، أولا طبيعة النظام، وثانيا خطورة الفساد الذي عم الجزائر، وثالثا طبيعة العلاقات التي تربط الجزائر بفرنسا. وسنأتي على هذه النقاط إن ذكرتم. كما وددتم، الفساد نعم تعرض لأكبر رواد الفساد، وهم الوزير شريف رحماني والوزير عبد السلام بوشوارب وغيرهم. عقارات موجودة نعم في فرنسا. ولكنه أتى على شريف رحماني لأنه قمة هذا الفساد، لأن له قد تم كشف هذا في الصحافة الفرنسية، لو كان رونشيني في 2011، الإكسبريس في 2012، وكذلك الصحافة الجزائرية. هي ليست اتهامات تلقى جزافا، ولكن ثمة أدلة تلقى جزافا، وإنما هناك أدلة، هناك وثائق، وقد قدم هذه الوثائق ودرسها وحقق حتى في وثائق من الخارج، لأن شريف رحماني له إمبراطورية بناها من الفساد ومن النهب الذي قام به في الجزائر. الكتاب أيضا يكشف علاقة عبد المومن خليفة، رفيق خليفة المتابع في قضايا فساد أيضا، بالرئيس عبد العزيز بوتفليقة. طبعا هو الكتاب في كل فصل من الفصول يأتي لعرض لدور الرئيس بوتفليقة، ويعرض الرئيس بوتفليقة كيف كان وكيف تغير وكيف هو حاله الآن. نعم، مع الرفيق خليفة نحن نعرف أن بوتفليقة له علاقة وطيدة بخليل عبد المومن خليفة، وأن هذه القضية كانت قد استعملت كورقة ضغط حتى يمنع بوتفليقة من عهدة ثانية. وكان رفيق خليفة الذي استفاد جميع رجالات النظام من أمواله ومن خدماته، قد تخلي عنه في مرحلة ما عندما تقرب من الجنرال محمد العماري وحاول أن يدافع أو أن يتقرب من بنفليس الذي كان منافسا لبوتفليقة، فبوتفليقة انتقم منه. لماذا؟ لأن القضية كانت ورقة يلوح بها ليمنع بوتفليقة من عهدة ثانية. اللافت أيضا في هذا الكتاب تخصيص حيز كبير للجنرال توفيق مدير الاستعلامات والأمن، ويتحدث عن تأثيره في أخذ القرار وفي صناعة القرار في الجزائر. نعم، لقد أكد هذا الكتاب مرة أخرى بأن القائد الحقيقي للجزائر هو جنرال توفيق، وأنه الذي سمى نفسه رب الجزائر، وأنه الذي هو يحيي ويميت، وأن كل شاردة وواردة تمر عبر جنرال توفيق. هذا الشخص الذي يملك هذه السلطة ولكنه لا يرى، إنه صاحب سلطة وسطوة ولكنه لا يرى. نقول إن الكتاب وضح بأدلة وبصورة شفافة كيف أن الجزائر ليست دولة مؤسسات، أن المؤسسات التي يتكلم عنها من برلمان وحكومة وكذا ما هي إلا عبارة عن صورة شكلية، بينما القرارات تتخذ والذي يدير دفة الحكم في الجزائر هي الرئاسة والمخابرات والجيش. وكذلك يعطينا أيضا صورة حقيقية عن طبيعة العلاقة الجزائرية الفرنسية. الفرنسيون يدافعون عن مصالح بلدهم ويدافعون عن مؤسساتهم، بينما النظام الجزائري يدافع عن مصالحه الشخصية وخارج مؤسسات الجزائر. أنا أسأل، لما يصدر هذا الكتاب اليوم؟ ما دلالات التوقيت؟ البعض يقول أن ربما هذا الكتاب محاولة لتسريع تهاوي النظام في الجزائر، لا شيء مجاني في هكذا الأحوال. نحن نعرف الحرية الموجودة في فرنسا، لكن إخراج الكتاب في شهر أبريل وفي 15 أبريل هي مرور سنة على انتخاب الرئيس بوتفليقة لعهدة الرابعة.
فجاء ليتكلم لماذا نحن نعلم أن العهدة الرابعة لولا فرنسا ولولا فرانسوا هولاند لما تمت هذه العهدة. فجاء وليطرح السؤال التالي: لماذا يتابع رؤساء إفريقيا لأن لهم ممتلكات مشبوهة في فرنسا بينما لا يتابع المسؤولون الجزائريون، بل المسؤولون الجزائريون لهم حماية من طرف النظام الفرنسي؟ وأقول كمثال: كيف يمكن مثلا لرجل ظهر فساده أمام العلن مثل السيد شريف رحماني في الصحافة الفرنسية في الصحافة الجزائرية ولا لحد الآن لم تقم العدالة بأي إجراء سواء كان في الجزائر أو في فرنسا؟ للتذكير فقط، هذه بداية، وهناك مناضلون ضد الفساد في منظمات غير حكومية سيقومون في الأيام والأشهر القادمة بإجراءات قانونية ضد من ثبتت في حقهم النصب والاحتيال ونهب أموال الجزائر. أشكرك. وهالكتاب يتحدث عن الرئيس الفرنسي السابق ساركوزي، عن فرانسوا هولاند أيضا، نعم. عن كثيرين، وعلاقات بعض السياسيين والمسؤولين الجزائريين الحاليين والسابقين، نعم. بفرنسا. كل شكر جزيلا. إنها علاقة تواطؤ بين النظام الجزائري الذي ينهب أموال الجزائر والنظام الفرنسي الذي يحمي هؤلاء لأنهم يدافعون عن مصالح فرنسا. ويخلص الكتاب إلى عبارة ذكرها الكاتب وأختم بها: أن فرنسا تحتفظ بالنظام الجزائري تحت التنفس الاصطناعي. أشكرك جزيلا. شكرا. في الاستوديو السيد حسين جيدل، الباحث الأنثروبولوجي الذي ساهم في هذا الكتاب باري ألجي une histoire passionnelle. كريستوف دوبوا، ماري كريستين تابي، كل شكر جزيل لك سيد جيدل. في الختام مشاهدينا الكرام نذكر أن 104